تحية لكم جميعا إخواني الكرام، مباشرة معكم من الشارع اللي في هاد البارير ديال القفز على الحواجز أو شارع دار السلام طريق صفرو شارع مولاي رشيد. فهاد الباعة كلهم مجموعين من أجل مناشدة ملك البلاد الله يشافيه وينصرو. بغاو يترزقوا الله. هاد كلهم باعة متمركزين في داك الشارع مدة، كاين اللي عنده عامين 3 سنين 4 سنين، كاين اللي عنده 10 سنين، كاين اللي من 2008 و 2010 هو تيفرش في داك الشارع. فالآن في هاد الأيام مدة ديال 4 أيام هذه الماضية أو أسبوع تم المنع ديالهم من السلطة المحلية. فمناشدة إلى جلالة الملك وإلى السيد ولي جهة فاس، الله يجازيكم بخير. هاد الناس هادو كلهم كيناشدوكم في أبواب عيد الأضحى والعواشر كما كنقولوا، يعني خليهم يترزقوا الله. فشكرا للسلطة المحلية، يعني بالنسبة للقائد اللي استقبلهم وقال لهم الأمر من الفوق، ما عرفش ممنوع التفراش. وللسيد الباشا كذلك، يعني استقبل الممثلين هؤلاء الباعة يعني باستقبال، ولكن تم الرفض من أجل لقمة العيش، ممنوع تفرج تما. فرسالة إلى كل مسؤول من مقره الله يجازيكم بخير، وإلى قائد البلاد الله يشافيه ويعافيه، يعني يحن في هاد الدراوش، يعني في الدراوش كنقولها وحس بها لأنها قصاص. لقيت ناس تقريبا هادي الله يعافيهم يعافينا ويعافي جميع المسلمين يا ربي، ترد المياه لمجاريها. كاينين الناس هنا اللي وقع لهم تفكك أسري، وكاينين الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وما قدوش يشربوا الدواء، وكاينين الناس اللي غادي يخرجهم من الكرع، وكاينين الناس اللي عندهم فواتير ديال الماء والكهرباء وغادي يتم القطع ديالها من أجل ما أداوهاش. فإخواني الكرام بارطاجيو من باب الإنسانية والأخلاق، وحنا مسلمين وكنحنوا بعضنا بعض. رسالة إلى كل مسؤول من المنصب ديالو ومن مكانه باب العواشر هذه والعواشر كما كنقولوا ديال عيد الأضحى، وهاد الناس ما عندهمش باش يشريو حتى العطرية وما أداوش حتى الكريديات، فما بالك أن يشريو يعني باش يشريو واحد خروف العيد. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. حنوا في هاد الناس، حنوا في هاد الناس لله. كل واحد يعني عادي يجي واحد الوقت وغادي يعطل على الله سبحانه وتعالى ويلقى هذا الأجر وهذا الإحسان في وجهه وهو الذي ينفعه. فتحية لكم جميعا إخواني الكرام. هاد الدراوش راهم محرومين من لقمة العيش في شارع مولاي رشيد طريق صفرو. تعاونوا معهم، كل مسؤول من المسؤولية ديالو وكل مواطن بالبارتاج والإعانة ديالو لهذا الفيديو هذه. فتحية لكم جميعا إخواني الكرام أينما كنتم، وشكرا للناس اللي كيتعاونوا من كل مكان في نافذته. فتحية لكم جميعا إخواني الكرام، حياكم الله. إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر الصادم من قلب مدينة فاس، أكيد من شارع مولاي رشيد بطريق صفرو. الباعة المتجولين اللي كانوا كيشتغلوا هنا في هذا الشارع أصحاب الفراشة بطبيعة الحال تم المنع ديالهم من طرف السلطات باش انهم يبيعوا ويشريوا هنا بدعوى على انهم كيحروا الملك العمومي. اكيد هم مع القانون، كيقول لك حنا بغينا سيدي نحرقوا الملك العمومي ولكن نديروا لنا بديل. فين السلطات المنتخبه؟ علاش ما لقاو لهمش بديل؟ علاش ما جاوش بطبيعه الحال يشوفوا معاهم الحل وخلاوهم في كونتاكت ديريكت مع السلطات المحليه اللي كاينه هنا، اللي هم دارهم كيقوموا بتنفيذ يعني لربما تحرير الملك العمومي، ولكن هاد الناس كيطالبوا بالبديل. حروا الناس سيدي الملك العمومي ولكن وجدوا لنا البديل.